عودة أحسن تسعة في مصر، وشلبي مع جروس غير، والملك رجع، والزمالك بالتلاتة بينهي دور المجموعات في الصدارة. عد بنا أيها التاريخ لنستعيد ذلك الكبرياء. عد بنا أيها التاريخ فنحن الزمالك فرسانك يا أفريقيا. بدأ جروس بتشكيل احتياطي على شوية أساسي، كون الماتش تحصيل حاصل ومش هيفرق معانا في حاجة، وبالمرة نشوف اللعيبة اللي مش بتلعب. بدأ بصبحي، جابر يمين، بنتايج شمال، حسام والمسلوسي في القلب، شحاتة ومحمد السيد، قدامهم زيزو، يمين محمد عاطف، وشمال شلبي، قدامهم الخديوي. ماتش كان فيه اننا نشوف لعيبة ما بتلعبش اهم بكتير من اننا نكسب النهاردة، لانه ماتش تحصيل حاصل زي ما قلت، والنتيجة مش مهمة ومش هتأثر في حاجة بعدين، لكن اكيد اننا نكسب واحنا بنشوف لعيبة احسن بكتير من اي نتيجة تانية كانت ممكن تتسبب في اننا ما نشوفهمش كويس او نتأثر بالنتيجة في الحكم عليهم. اهم لعيبة ظهرت النهاردة محمد عاطف اللي كان كويس، صحيح مش طول الماتش، لكن بالنسبة لواحد ما خدش فرصة خالص، فظهوره بالشكل ده كان كويس، ولمسته كمان بتقول ان عنده حاجة يقدمها، لكن محتاج يشتغل على نفسه وعلى البدني بتاعه. تاني لاعب هو محمد السيد، كان برضه كويس رغم انه لسه راجع من اصابتين ورا بعض، ومع الوقت هيبقى احسن، وهنلاقي حد يخنق دونجا شوية بدل ما هو اللي عمال يخنقنا. وحاجة كمان كده قبل ما نروح للماتش، فاضل في يناير 11 يوم، لا في صفقات ولا تجديدات ولا دفع مستحقات، دور المجموعات خلص خلاص، ومراحل البطولة الصعبة خلاص هتبدأ، والسكواد ده مش هنقدر نحافظ بيه على البطولة، وفي الدوري الموضوع أصعب، فخليكوا نايمين يا فشلة لحد ما الفرقة تقع ونخسر كل حاجة. بدأ الشوط على الهادي، نفس طريقة اللعب حتى لو اختلفت العناصر، لعيبة انيمبا عمالة تلوش وتضرب، وده خلانا نخسر التحامات كتير في الأول، لكن العجن ده ما كملش كتير، الخديوي بيضغط ياخدها ويديها لشلبي، يعكسها لعمر جابر، وواحدة اوفرلاب لزيزو، وعرضية بالمقاس، وشلبي بالدماغ، والأول للزمالك. هدف بصمة جروس وشغله الواضح مع شلبي، باص واتحرك في العمق وخد العرضية وحولها لهدف. يتحيى شلبي على هدف والتحرك، لكن الأهم إنه يتحيى على فهم الراجل وتطبيقه للي عايزه منه. بعدها طويلة من عاطف حلوة لزيزو، وعرضية رايقة، والخديوي لوحده وبيحطها بره. يا عيني على المهاجم اللي لسه مجددله وبياخد بالدولار، ده شلبي لسه في اللي قبلها على طول حطها جون عادي. شلبي الجناح المحلي اللي مش عاجب حد ولا عاجبني انا كمان طبعا، حطها عادي، لكن اللي بياخد دولارات معرفش، وعشان يكمل الضحك الخام اللي بيقدمه، واحدة بعدها على طول من زيزو على دماغه وبرضه بيحطها بره. هو ده المهاجم الأجنبي اللي عندنا، لا وكمان بيجددوله. تخلف عقلي وفشل أنا ما شفتوش غير مع المعتوه ده، غير إن أنا مش عاجبني ولا فاهم ليه يرجع يلعب أصلا، خصوصا على حساب منسي، ده مش صح، والأهم إنه مش عدل. الكام عرضية دول لو كان المنسي موجود كان خلص منهم واحدة على الأقل. المهم بيخلص الشوط على كده، شوط كان أفضل لاعب فيه شلبي، وربنا يسامحني بقى عاطف زي ما كلنا كنا متوقعين إنه عنده حاجة، لكن لسه بدري ومحتاج يشتغل أكتر من كده على نفسه. محمد السيد كويس، لكن عنده أحسن من كده بكتير، وأكيد الإصابة مأثرة عليه. اللي اتكلمت عن عاطف ومحمد السيد بالذات لأن الاتنين عندهم حاجة يقدموها، ومن الآخر كده لعيب الكرة بيبان من غير حزق كتير، وإن شاء الله مع جروس ياخدوا فرصة أكبر. الشوط التاني بدأ، لقيت الخديوي بيضغط على الحارس وواخدها وبيحط التاني. هي دي الأهداف اللي بتعرف تجيبها يا اسطى؟ طب هنجيب لك منين حارس على الله زي ده كل ماتش؟ لكن هقول لك إيه، العيب مش عليك. ركنية لإنيمبا تترفع على القريبة، وشلبي يردها لورا، تتلعب تترد ودربكة، وهدف لإنيمبا. هدف بشوفه من 100 سنة بيخش في الزمالك في أفريقيا من أي فريق وفي أي دور، كورة تتدربك وحد يلوشها في جنة. ولازم جروس يشتغل شوية على الوقفة الدفاعية في الكور الثابتة، لأن تمركز اللعيبة مش صح في معظم الأوقات. بيتدخل بعدها جروس، يطلع زيزو وينزل كونراد ويخرج شلبي وينزل منسي، ويقلب اللعب باتنين مهاجمين ويدي ثقة ووقت أكتر لعاطف. بعدها بيتدخل تاني جروس ويعمل تغييرين،
شيكا وفتوح مكان عاطف ومحمد السيد، وكده فتوح هيلعب 8 جنب شحاتة في نص الملعب وشحاتة يخش 6. وقرب نهاية الماتش الخديوي ياخد الكرة من نص ملعبنا ويعدي ويرقص ويروح وينفرد بالحارس ويحط التالت للزمالك والتاني ليه، والجزيري احسن 9 في مصر مفيش كلام. هي دي الاهداف اللي اتدفع فيها دولارات. طبعا بهزر، هو جاب هدفين وكل حاجة، لكن كلنا عارفين اللي فيها شوية حلو وشوية كتير فشخ زي الزفت. فياريت الناس ما تتأثرش ولا تنخدع بالجونين بتوع النهاردة. قبل ما الماتش يخلص كروس طلع بنتايج ونزل سيف فاروق، تغيير صحيح ما أثرش في حاجة، بس اهو ادى سيف بجملة الناس اللي خدوا النهاردة. ومع التغيير بيخلص الشوط والماتش بفوز الزمالك بالثلاثة وصعوده أول مجموعته وبداية المرحلة الصعبة والمنافسة الحقيقية في البطولة. وإن شاء الله ربنا يكتب لنا الخير في اللي جاي من البطولة. كالعادة عايزين نتكلم على كام لاعب النهاردة. أول واحد وهو بنتايج، ألف حمد لله على السلامة. لعيب فعلا أجنبي ويستاهل كل جنيه، لا كل جنيه إيه، يستاهل كل دولار يدفع فيه. وأنا وجهة نظري طول ما بنتايج موجود هو اللي يلعب. الزيادة اللي بيعملها ودوره الدفاعي القوي أهم بكتير وأحسن وأفيد من أي حاجة هيقدمها فتوح، خصوصا لأن فتوح بقاله كام ماتش في غيبوبة. وأنا بصراحة مبسوط إن إحنا مش تحت رحمته، وإن كان يعني لابد يشارك يبقى بديل لعمه بنتايج. تاني لعيب هو محمد شحاتة، قشاش مفيش كلام. في الهجوم تلاقيه، في الدفاع تلاقيه، مساندة ودخول ال18 تلاقيه، الكرة التانية دايما موجود بياخدها. لعيب ان شاء الله باذن الله، مش عايزين ننفخ ولكن باذن الله هيبقى لعيب كبير وكبير قوي كمان. تالت لعيب وهو شلبي، وانا هنا ما اقصدش شلبي عموما، انا اقصد شلبي جروس. زي ما كان في كده عبد الله جمعه جروس، واضح كده ان احنا هنشوف نسخه جديده خالص من شلبي. ليه شلبي جروس؟ لان شلبي اللي نعرفه لا بيخش العمق ولا بيكمل مهاجم تاني ولا بيلعب اللعب ده اصلا، لكن شلبي من ساعة ما جه جروس ده موضوع تاني خالص. فان شاء الله يكمل لان احنا محتاجينه واحنا كده لابسينه. رابع لعيب وهو الملك زيزو، اللي لو في مهاجم بني ادم النهاردة كان ممكن يكون صانع 3 اجوان، لكن الاهم من صناعة الاهداف ان الواحد اخيرا حس ان زيزو رجع، وشكلها كده موضوع التجديد خلص. فشد معانا شوية يا زيزو لانك خلاص بقيت اسطورة. اما بقى العراب جروس فشغلك باين يا كوتش، ومش محتاج اي حد يقول لنا انت كويس ولا وحش، الشغل باين ومع الوقت هيبان اكتر. وان شاء الله باذن الله لو ربنا اراد والمجلس ده صحي من النوم اللي هو فيه ودعمك باللعيبه اللي انت عايزها، الاداء هيبقى افضل من كده بكتير. والناس اللي بتسأل على تقييم جروس 10 من 10، وان شاء الله في اللي جاي يبقى احسن ويساعدنا نحافظ على البطولة وكمان نكسب الدوري.